السلام عليكم. اليوم مع اولى حلقاتنا من برنامج تراب بلادي. عندكم ارض فلاحيه، خلوا لكم جوجكم ارض فلاحيه في دواركم او في بلاد جدودكم، ما عرفتوش اش ديروا بها، ما عندكم ادنى فكره على كيفاش تفلحوها. تابعوا معنا الحلقه. كما كتشوفوا معنا هذه الارض هي خاويه، يعني قبل اي زراعه قبل اي عمليه فلاحيه خاصنا نشوفوا نوع التربه. نوع التربه كتعطينا اش من زراعه غادي نزرعوا فيها، وايضا خاصنا نشوفوا الطقس او المناخ ديال هذه المنطقه واش ملائم لهاد الزراعه اللي غادي نختاروا. يعني عرفنا نوع التربه اللي عندنا في الارض ديالنا، وايضا المناخ ملائم للزراعه، كيجي اختيار او انتقاء الحبوب. خصنا نعرفوا الحبوب خاص تكون حبوب مختاره، وايضا ملي كنبغوا نغرسوا شتلات او اشجار مثمره خاصنا نشروهم من مشاتل معتمده، اي انها حاصله على الترخيص من وزاره الفلاحه. ملي كنجيبوا الحبوب او الشتلات ديالنا لي بلون، الور خاصنا نمشيو دابا نشوفوا الارض ديالنا خاصنا نخدموها حسب نوع الفلاحه او الزراعه اللي غادي نمارسوا فيها. واش هذه كتطلب شي حرث او كتطلب عمليات خفيفه على الارض. قبل ما نغرسوا خاصنا نعرفوا شنو عندنا في الارض من مواد معدنيه. هادشي كيتطلب منا نديروا تحاليل التربه، ماشي غير الانسان اللي كيدير التحاليل او الحيوان، ولكن ايضا التربه عندها تحاليلها وممكن نقوموا بها مختبرات معترف بها كاينين على صعيد التراب الوطني. التحاليل كتساعدنا باش نعرفوا اشنو عندنا في التربه ديالنا وشنو خاصنا نزيدوا في الاسمده وفي المواد المعدنيه باش تطلع لنا هاد المزروعات ديالنا جيده وما يكونش عندنا مشكل في الزراعه ديالنا. ملي كنهضروا على الفلاحه ضروري ما نهضروا على الماء. بالنسبه للماء وقطاع الماء، الدوله خرجت بفضل مخطط المغرب الاخضر اعانات للفلاح، وهذا المخطط غادي نهضروا عليه في حلقات مقبله. هذه الاعانه اللي عنده 5 هكتار لتحت ممكن يستافد 100% ديال الدعم، واللي عنده 5 هكتار الفوق ممكن يستافد 80% ديال الدعم. اي انك ملي كتمر عبر شركه ديال التجهيز المائي وكيديروا لك دراسه الارض ديالك وكيدوزوا لك الدراسه وكيدوزوا لك تجهيز الارض، من بعد كدير طلب كتعمرو كدير مديريه الفلاحه، ثم غادي تستافد من الدعم المقدم من طرف الدوله. المزروعات ديالنا كيخصهاش غير الماء بوحدو، ولكن ايضا عناصر معدنيه هامه، وهذا الشيء كنعطوه انطلاقا من الاسمده. هاد الاسمده اللي الدور ديالها انها كتساهم في النمو ديال النبته بشكل جيد وكتعطينا نبته جيده ومردود كبير. ولكن هاد الاسمده ما كنعطوهاش غير اعتباطيا، وانما عبر برنامج ديال التسميد. هذا البرنامج كيجي بعد ما كنديروا تحاليل ديال التربه اللي كتبين لنا شنو عندنا في التربه من مكونات معدنيه وشنو خاصنا نزيدوا باش نلبيو الحاجيات ديال هذه النبته باش تطلع لنا جيده وبمردوديه اكثر ومردوديه عاليه. كما ان الانسان كيتعرض لامراض، المزروعات ديالنا والنباتات عامه كتعرضوا ايضا لامراض وهجومات من حشرات ضاره وطفيليات. لهذا كيتوجب علينا نستعملوا مبيدات حشريه. كما كتشوفوا معنا هنا الدوقه تعرضت لهجوم من طرف حشرات امينوز، يعني هذا الشيء كيستوجب علينا نستعملوا مبيدات حشريه باش نحاربوا الامراض وباش تكون عندنا مردوديه جوده عاليه. وهذا الشيء كيستوجب علينا ايضا ما نستعملوش اي مبيد حشري، ولكن المبيدات الحشريه اللي مسموح بها من طرف وزاره الفلاحه، لان كل عام كيكون واحد الكتالوج او واحد اللائحه ديال المبيدات الحشريه اللي مسموح بها للحفاظ على صحه المواطن وعلى صحه المستهلك المغربي. هادو معلومات بسيطه وهامه لاي واحد كيفكر يولج الميدان الفلاحي او يفلح الارض ديالو. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا وتبارطاجيو هذه الحلقه دعما لبرنامج تراب بلادي، وتنضموا لصفحتنا على الفيسبوك، الى قناتنا على اليوتيوب، وموعدنا الحلقه الجايه.
السلام عليكم.